الجبل اللي باحطه قدّام نفسي عشان يوقّفني. هتبقى حياة مش حياتِك. السنتين اللي فاتوا ربنا فتح في وشي أبواب كتيرة أوي ما كنتش متخيلاها. ربنا كاتب الكتالوج. كنت عايزة أعرف إحنا ليه وصلنا لكده، والّا أفهم العلاقة دي ماشية إزاي واشتغل عليها. حابين أنهي موضوع؟ يعني أكتر حاجة مثلًا باتسأل عليها كتير، هو أنتِ مش بتخافي من الحسد؟ هنرجع لنفس الdiagram ده. هو ربنا قال لو اجتمع الجن والإنس أصلًا عليكم عشان يأذوك مش هيأذوك إلا لو ربنا عايز ده، يعني إلا لو ربنا كاتب ده. الحسد ده نوع من أنواع يعني الابتلاءات. مشكلتي كبيرة أوي مع فكرة الحسد علشان منتشر أكتر في مجتمعاتنا عن مثلًا الغرب وكده، عشان أنا باحس إن هُم برّه they hold themselves accountable لو حاجة حصلت لهم. يعني أنا مثلًا ابني سقط في الامتحان، الطبيعي إنه ممكن يكون هو ما ذاكرش كويس، هو المسؤول، أنا المسؤولة، أنا اللي مثلًا ما راجعتش معاه إنه أنت ذاكرت والّا لأ. عندنا في مجتمعاتنا هنقول ده اتحسد، عشان كان شكله قمر أول امبارح في عيد ميلاد ابن خاله مثلًا يعني. فبنحط الblame أو المسؤولية بنرميها على حاجة من برّه وهي الحسد، مع إن لكل فعل رَد فعل. يعني أنا لو عملت حاجة ليها رَد فعل، فهو لو ما ذاكرش طبيعي إن هو ممكن يسقط. بس الأهم إنه الشخص يبقى مسؤول عن اللي هو عمله، هو السبب مش الحسد. وبجد باقول كده بكامل التقدير والحب لكل الناس، بالذات يعني باتكلم المجتمع بتاعنا العربي وكده. مش قصدي حاجة، بس إيه اللي عندكم شايفينه يعني مش عند حد؟ يعني إيه إنِّك خلّفتِ، إيه إن عيالِك شكلهم حلو، إيه إن عندِك فلوس، ما هو ربنا اللي بيدّي الناس كلّها. يعني إيه الإعجاز في إنِّك اتجوّزتِ اللي شايفة أنتِ ممكن تحسدي عشانه؟ الناس عارفة محمد صلاح بيقبض كام في الثانية، بيقعدوا يحسبوها له كده، لو بياخد في السنة X يبقى في الشهر، يبقى في الدقيقة، يبقى في الثانية، عارفين بياخد كام في الثانية. طب ده لو ربنا عايزه يتحسد، يعني لو ربنا سايبها مفتوحة كده إن أنا البشر هم المتحكمين في إيه اللي بيحصل للبشر التانيين. أنا هاحسده هيصيبه لعنة، مش إن ربنا هو اللي حاميه، وربنا هو اللي مقدّر له الرزق ده، وهو اللي حاميه مش أي حد تاني، ومش أي حد تاني اللي هيسبب له شر. كان زمان محمد صلاح ده يعني حياته جحيم، وفلوسه بقى راحت، ودايمًا يقول لِك ده معاه فلوس بس أكيد مش سعيد في حياته. ليه؟ ليه بنقفّلها على ربنا؟ ليه بندّي ربنا صفة إن هو مش كريم وواسع وممكن يدّي، واللي ادّى لحد يدّيك أنت كمان. فإحنا بنقتص إن أنا حصل لي حاجة حلوة، إن ما حدش غيري حصل له حاجة وكل الناس باصة لي وكل الناس مركّزة معايا، ولا حد مركّز معاك ولا حد عايز يركّز معاك. ولو حد ركّز معاك، فين ربنا في القصة؟ يعني إحنا إزاي خليناها إنه أنا خايفة من بشر وربنا موجود. اللي عايزة أقوله إن الناس بتكون مش قارية أصلًا في القرآن خالص ولا بتعمل بربعه، بس تيجي عند حسد وتقول أنا بآمن بيه، ربنا ذكره في القرآن، أنا باخاف من الحسد، أنا مش عايزة أتحسد، أنا مش عارفة إيه. وبرضه تقلب الموضوع بهوس، وبإن هي خايفة تقول أخبار حلوة، خايفة ت ت تنشر أخبار حلوة مع الناس، خايفة تقول إن هي نجحت، خايفة تقول إن ابنها الأول على الدفعة، خايفة تقول إن هي اترقِّت، مع إن برضه أنتِ مش أول ولا آخر حد يحصل له حاجات حلوة. لو كل حد شايف إن اللي حصل له ده ما حصلش لأي حد، يبقى إحنا بعيد أوي. فلأ، أنا مش باخاف من الحسد خالص. هتشوفوا برضه إن أكتر ناس بتخاف من الحسد هي اللي دايمًا عندها يعني ابتلاءات بتحصل لها، مشاكل، حاجات وحشة، كل شوية حاجة كده تحصل لهم مش زي ما هُم عايزين. وطبعًا أول حاجة بيلوموا عليها الحسد، فهُم عايشين في الدايرة دي. يحصل لهم حاجة وحشة اتحسد، يحصل لهم حاجة حلوة يقولوا لحد، يحصل لهم حاجة وحشة اتحسد. هُم بيحطّوا نفسهم في الحتّة دي، اللي بيبقى مستني يتحسد بيتحسد. يعني أنا مستنية، أنا مثلًا طالعة أقول لكم خبر حلو وفرحانة جدًا ونيّتي حلوة وعايزة أشارك معاكم خبر حلو، عايزة ألهم حد، دي نيّتي ومش خايفة أتحسد. الموضوع بيعدّي، بييجي لِك دعوات حلوة، بييجي لِك حاجات أحلى، عشان دايمًا بيقول لك الرزق أو الخير كل ما بت ب بت بتشاركي معاكِ ناس بيزيد وبيتكاثر. حد تاني قال المعلومة
ومستني خايف يتحسد، مرعوب يتحسد، يعني مستني كل comment وكل post هييجي له مين شاف آخر سفرية ليه، عارف إن هو هيتحسد، مستني يتحسد. طب أنا مش هانزّل بقى صور غير لمّا أرجع من السفرية علشان ما اتحسدش. أنتِ كده أو أنت كده مستني الحسد، أنت بتجلبه لنفسك حرفيًا. فأنا ده فكل حاجة بتبدأ هنا، كل حاجة أنتم خايفين منها، كل حاجة أنتم نِفْسكم فيها، كل حاجة أنتم قادرين تتخيلوها. يعني إحنا دايمًا بنتكلم إن الoverthinking حاجة وحشة، طبعًا وحشة لو بنفكّر في الوِحِش. لو أنا عندي interview مهم وأنا قاعدة باتخيّل إن أنا شكلي كان مبهدل، نسيت حاجة مهمة وأنا رايحة، سألني سؤال ما عرفتش أجاوب عليه، الراجل interviewer ما حبّنيش، في 1000 حد أشطر منّي، أنا عمري ما هاتقبل في شغلانة حلوة، أنا قعدت overthink كل الحاجات الوحشة. طبعًا ساعات ربنا بيكرم والحمد لله ما بتحصلش وكل حاجة عشان دايمًا ربنا كريم، ودايمًا ربنا بيقول لك إن هو بيشيل عننا كتير أوي من غبائنا يعني، إن هو already بيلطفها معانا. بس كتير أوي بيحصل حاجات وحشة، بتكون دايمًا بدأت بالفكرة اللي في مخّك أنت اللي أنت زرعتها في مخّك. طب لو عملنا overthinking بالحلو، الله ده أنا ممكن أبهرهم و ويحبوني وأتقبل وأتعيّن وأترقّى و و و وأساعد ناس و وأعمل خير، وقعدت overthink الحياة الحلوة اللي نِفْسي فيها دي، وقعدت overthink ال آمم ال ال الخير اللي ممكن ييجي لي من واسعة. طب مش ده overthinking حلو؟ أولًا الجسم ما بيعرفش يعني مثلًا لو أنا عايشة حالة حلوة جدًا، 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 جدًا في خيالي أو في الحقيقة الجسم مش عارف. يعني لو أنا مثلًا في أسعد يوم في حياتي ومع ناس باحبها وباضحك ومبسوطة والview حلو والجو حلو وباكل أكل حلو ومبسوطة، الجسم هنا بيفرز هرمونات نفسها لو أنا باتخيّل الحاجات دي، يعني هو ما يعرفش الفرق بين الحقيقة والخيال. فطول ما إحنا قاعدين بنحط فيه الحاجات الوحشة وبنتخيلها هو هيبقى عايش في الحالة دي كأنِك عايشاها بجد، مع إن هي لسه ما حصلتش، هي كلها لسه فكرة في مخِّك. بس جلّبت لِك تعب وأرق، صداع، كل حاجة في جسمِك بتتفاعل مع الفكرة دي، الناس بتستقل بيها، كل فكرة بتفكّروا فيها بتأثّر عليكم، كل فكرة بتفكّروا فيها بترسم لكم حياتكم، كل فكرة بتفكّروا فيها بتحدد إيه اللي بيحصل في حياتكم. ما ينفعش أنا أكون شخص سلبي، بخيل، آآ أسود، مش عايز حد ينجح غيري، دايمًا حاسس إن أنا في competition، حاسس إن أنا لو حد نجح يبقى أنا كده هياخد من نجاحي، وتلاقوه سعيد، لإن الأفكار اللي هو حاطّها في مخه دي وممكن تكون مش حقيقية، الناس مركّزة معايا، الناس عايزة لي الفشل، الناس، طبيعي ده بيرجع له. هاقول لكم على حاجة تانية. آمم، كتير بالاقي بقى فيديوهات عن البنات وخناقات البنات ودراما البنات دي مش صاحبتِك لو بتعمل كذا، ودي منافسانة منِّك، ودي اللي بتخونِك مع جوزِك وطبعًا ده موجود، أنا مش باقول ده مش موجود، بس عايزة أقول لكم إن أنتم عادي إن أنتم ما تقابلوش الحاجات دي خالص. يعني أنا الحمد لله، الحمد لله ربنا رازقني بشلة صحاب بنات من أيام ما كنا في KG1 يعني، لحد النهارده إحنا إخوات، ما فيش بيننا اللَّت والعجن بتاع البنات اللي بنشوفه أو بيتصدّر لنا إن دايمًا البنات فيها المشاكل دي، لأ، بس طول ما أنتِ مقتنعة إن البنات هتعمل كده، وعلى فكرة حتى الصحاب اللي عملتهم بنات على كِبَر الحمد لله، يعني أتذكّر حاجات عبيطة أوي اللي حصلت في حياتي، اللي أنا قُلت مثلًا البنت دي مش سالكة ولا حاجة، ليه؟ أنا يعني أنا مش حاطة الفكرة في مخي، مش مستنية إن البنت تبقى مش سالكة ومش سوية وتبهدلني وتعمل فيّا، ولا أنا بالتالي باعمل كده معاها والعلاقة سوية، طبيعي هاجلب الحاجات اللي أنا بافكّر فيها. الناس بتتكلم على فكرة الlaw of attraction على أساس إن هو أنا عمّالة أقول أنا عايزة عربية، عايزة عربية، عايزة عربية، هالاقي عربية، لأ هي مش كده، هي بتبقى أنا أفكاري عاملة إزاي، بيخلّيني أجذب ليّا إيه، باجذب ليّا الصحاب اللي بيعملوا الصحاب اللي بيخزوقوني والّا الصحاب اللي بيكبّروني، شايفة إن كل البنات دراما، وشايفة إن كل البنات عندها حوارات، وكل البنات بتغير، وكل البنات مش عارفة إيه، طبيعي هاقع في بنات عاملة كده، وهيحصل معايا مواقف مش حلوة،
فابدئي بنفسِك، أنتِ دايمًا نضّفي من نفسِك. وفي ناس على فكرة كتيرة بتقول أنا والله يعني الهزارة بتاعة مشكلتي إني طيبة، هي عشان الناس مش صريحة مع نفسها، أنتِ ممكن تكوني بجد مش طيبة، والله مش قصدي حاجة، دي دايمًا يعني أنا بجد جاية أقول لكم حاجات تخلّيكم تفكّروا. لو أنا فعلًا دايمًا كل ما أقابل حد يطلع مش سالك ويعمل فيّا حوارات، مش طبيعي إن دايمًا الناس كلّها اللي وِحشة، محتاجة أقف مع نفسي. طب هو أنا باعمل إيه؟ أنا باطلّع إيه، باصدّر طاقة عاملة إزاي بتخلّي الناس دي اللي تلزق لي، ودي اللي أتعامل معاها، ويخزوقوني في كل حاجة في حياتي، ومش عارفة تعمل إيه وتتكلم عليَّ و. دايمًا الناس بتحب تبُص لبرّه، نفس فكرة الحسد، أكيد هُم السبب، أكيد آمم، المشكلة مش فيّا أنا. ولو أنتِ عندِك صحاب بيطبلوا لِك هيقولوا لِك آه طبعًا، ده هي دايمًا عينها منِّك، ده هي دايمًا غيرانة منِّك، ده دايمًا الexternal هو المشكلة وأنتِ تمام. أول بداية للتغيير وإنِّك فعلًا توصلي لجنة على الأرض وتلاقي نفسِك بتبقي مبسوطة وسعيدة وكده، إنِّك تقعدي مع نفسِك، هو أنا باعمل إيه؟ باعمل إيه كل مرّة يدّيني نفس النتيجة؟ في دعاء الناس كلّها بتردده وما أعتقدش إن حد عمره ركّز فيه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ظالمين لمين؟ يعني سيدنا يونس لمّا كان بيقول وهو في بطن الحوت، كان ظلم مين؟ ظلم نفسه. هو الدعاء basically أو هو حتى ممكن هو مش دعاء، هو اعتراف بإن أنا المسؤول عن اللي حصل في حياتي، أنا المسؤول عن المشاكل اللي عندي، أنا المسؤول عن اكتئابي، أنا المسؤول عن أي حاجة، أنا المسؤول. فيا رب أنا مُعترف، فيا رب ارشدني بقى أنت، طلّعني من الظلام ده للنور. فده أكبر دليل إن إحنا بدل ما نبُص برّه ونشوف إحنا اللي إحنا فيه ده وضعنا ده، سواء كان النفسي أو المادي أو الاجتماعي أو أي حاجة أنا عايزة أغيّرها، مين السبب فيها؟ بُصّوا التاريخ مليان أمثلة لناس نجحت وكبرت وغيّرت من حياتها وهي بادية من ولا حاجة. في ناس طبعًا مولودة في بُقّها معلقة دهب، ده أكيد، في ناس عندها ظروف أحسن من ظروف، أكيد، في ناس في مواقع في الأرض يعني جغرافية أحسن، أكيد، لكن التاريخ ورانا إنه اللي عايز يوصل بيوصل. ومش كلام تنمية بشرية، على فكرة التنمية البشرية واخدة سُمعة وِحشة والناس زهقت منها، بس فكّروا إن فعلًا كل حاجة بتبدأ بيكم، بتبدأ بالشخص. زي ما قُلت لكم أحداث 7 أكتوبر ادّتني مشاعر غضب مننا أكتر من العدو، لإني حسّيت إن إحنا محتاجين نبدأ بنفسنا، محتاجين نعرف إحنا إزاي كمواطن عربي أيًا كان دينه وصل لهذا التدهور من الفكر والوعي والعلم، إزاي مش بنصنّع حاجة، إزاي المقاطعة بهدلتنا كده عشان كل حاجة إحنا منهم، من عندهم، إحنا عندنا إيه؟ إحنا مين اخترع إيه؟ إحنا مين طوّر إيه؟ هل هم عندهم حاجة أزيد مننا؟ خالص. هل هم genetically يعني أذكى؟ لأ. طب إحنا إيه المشكلة؟ دي كانت بداية رحلتي مع الوعي ومع التطوّر ومع إن نِفْسي الناس فعلًا تركّز على نَفْسها، في ناس تبقى زهقت يوه بقى وقرفنا من كلام التنمية البشرية والكلام والمواعظ والكلام ده. أنا اللي باحبه في التنمية البشرية أو في الحتّة دي، إن دايمًا أسمع المعلومة بطريقة مختلفة، بطريقة فيها logic كده، بطريقة تخُش مُخّي تنوّر، مش بس كلام مُحمِّس وأنت تقدر وأنت تعمل، لأ، يعني عايزة أشوف مثال، عايزة أشوف حاجة مثلًا في القرآن بتثبت إن ربنا قال لك إن ده ممكن يحصل، إن ربنا قال لك إن أنت اعمل كذا وكذا وهتشوف كذا وكذا، عايزة أشوف تشبيهات حلوة، عشان كده باقول لكم الرحلة اللي أنا مرّيت بيها هي رحلة جميلة لإنه خلّتني أشوف الدعوة بطريقة مختلفة، يعني إيه دعوة أصلًا؟ ليه إزاي أدعي ربنا وإزاي أبقى عندي يقين إن هو هيحقق لي الحاجة اللي أنا عايزاها، مش بالكترة. مامتي وأنا صغيرة باحبِك يا مامي، بس دي كانت حاجة غلط أنتِ قُلتيها لي، إن ربنا بيحب اللي يلِح عليه تقعدي تقولي له كتير، 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 كتير يا رب، يا رب، يا رب، يا رب. كل يوم تدعي بإلحاح، مع إن هو ما قالش كده خالص، يعني ربنا ما قالش إن هو عايز الإلحاح. إحنا للأسف مشكلة من اللي أنا لاحظتها إن إحنا اتعاملنا مع
ربنا أو الإله أو الخالق بفكر بشري، في طريقة العقاب والثواب، في طريقة الدعاء، في طريقة عاملناه كإنه حاكم، كإنه شخص، كإنه بشري، والإله حاجة إحنا ما ينفعش نتخيلها ولا نشبهها بحاجة إحنا نعرفها، ولا نتعامل معاه بالقوانين بتاعتنا، هو أكبر من كده بكتير أوي، أوي. فإني أفهم يعني إيه بقى دعاء، إني إزاي أدعي وأبقى عارفة إن دعائي ده مستجاب. فكرة بقى اليقين اللي بيبقى عندنا من الأول خالص إن ربنا هيحلها في أي حاجة، ربنا هو اللي عنده المخرج، بتريّح أوي، بتخلّيكم مش شايلين هَم، ومش شايلين هَم إن في غِلِو، مش شايلين هَم إن في أقساط، كل ده حاجات إحنا عملناها، والفلوس دي حاجة إحنا اللي اخترعناها، والأقساط والمدارس وكل ده أنظمة بشرية إحنا اللي عملناها، بتسبب لنا توتر، بتخلّينا ما نعيشش مع الطريقة اللي ربنا خلقنا عشان نعيشها، وهي التقبُّل كده والراحة والانبساط والسعادة والكثرة والوفرة وحاجات كتير أوي إحنا جايين نستمتع بيها على الأرض، يعني إحنا جايين نعيش في في الأرض كده كام سنة نحس، حتى لو نحس بحاجة وحشة بس فكرة الإحساس ده شعور، دي نعمة. فده النوع اللي باحبه من التنمية البشرية ومن self development ومن الحاجات اللي بتنوّر حاجات في المُخ، مش مواعظ وتنظير ولا أي حاجة. فلو أنتِ شايفة نَفْسِك فاهمة أنا باقول إيه وواصل لِك الlevel بتاع الحتّة اللي أنا فيها وعايزة نكبّر ده مع بعض، يبقى الpodcast ليكِ. ولو عندِك اسم يا ريت تقوليه لي. بس كنت بافكّر في حاجة زي مثلًا بساطة، آمم، إنه أكتر حاجة عايزة أوصل لها في كل حلقة هنتكلّم في حاجة معيّنة، تبقى خدوها ببساطة. ليه عايزة أوصّل لكم كده؟ علشان أنتم لو شفتوا الDMs عندي بتبقى عاملة إزاي، كلّها ستات متوتّرة، كلّها ستات خايفة، كلّها أسئلة في صيغة كده احكي لنا إزاي تقبّلتِ فكرة إنِّك تنقلي بلد، إيه المشكلة؟ إيه اللي هيحصل؟ يعني ليه مكبّرين المواضيع؟ المواضيع في المطلق مش السفر، ليه يعني دايمًا لمّا بتبُصّوا كده على الحياة من فوق كده من بُعد كإنّكم مش الfirst person مثلًا third person اللي هو كإن كاميرا كده جاية من فوق، وتشوفوا الدنيا واللي بيحصل فيها، هتلاقوا إن المشاكل دي عبيطة أوي، وبتعدّي وما حدّش بيحس بيها، وكل حاجة خُفتوا منها وما كنتوش بتناموا منها عدِّت، ثانوية عامة كُلّه عدّى بيها، SAT، IG، جامعة، interview، شغل، ترقية، presentation، كُلّه بيعدّي وكُلّه بيخلص، أمّا تبقوا aligned مع إن الدنيا أبسط من كده وإحنا مش هنا علشان نقعد متوتّرين بالطريقة دي، ومين هيقول إيه علينا وشكلي هيبقى عامل إزاي. باسم يوسف قال حاجة حلوة أوي بعد لمّا الناس طلعت بيه السما، لمّا عمل أول interview مع بيرس مورجان بعد 7 أكتوبر، إنه وقع في الفخ ده قبل كده. آمم يعني الناس طلّعته لفوق وعظّمته زمان أول ما عمل البرنامج وقلبوا عليه في ثانية، فلازم يبقى الواحد في الحالتين سواء فوق أو تحت في رأي الناس، هو aligned مع نَفْسه عشان ما يتهزّش. والله أنا عارفة إنّي مثلًا باقدّم حاجة كويسة، لو الناس طلعت بيّا السما ما اتغرّش، لازم أفضل تحت هنا في الحتّة اللي أنا فيها، عشان لو لا قدّر الله نزلت بيّا جالي comment وِحِش برضه ما انزلش لتحت، أنا عايزة أبقى في النُص، عايزة أكون سوية، عايزة أكون راضية عن نفسي، مش مستنية إن حد يقول إيه ده دي فظيعة، ولا إن حد يقول إيه ده دي بتضل الناس، يعني فاهمين؟ ممكن ييجي لكم الفكرتين على أي حاجة بتعملوها على فكرة، يعني ممكن في الشغل لو أنت موظف أو أنتِ موظفة قصدي عادي، عملتِ حاجة فظيعة والناس كرّمتِك عليها وتطلعي تحسي نفسِك أجمد واحدة، وبعدين في ثانية يلبّسوكِ تُهمة ويلبّسوكِ مشكلة حاجات بقى الcorporate والشغل ومش عارفة إيه وإيميلات والCC وأنتِ قُلتِ وأنتِ عملتِ في ثانية. فدايمًا برضه نرجع على هنا علاقتِك مع ربنا وعلاقتِك مع أنتِ بتعملي إيه ونيتِك إيه، وبتعمليها فعلًا بصدق والّا في
motive تاني، في نية تانية، والنية دي هي دي اللي بتجيب لِك بقى رَد الفعل. أنتِ فاكرة إن أنتِ بتعملي الصح وإن أنتِ نيتِك كويسة، بس في نية أنتِ مش صريحة مع نفسِك فيها. فلمّا الواحد يكون هو aligned مع نفسه، مهما الناس تتكلم، مهما الناس تعمل، اسألوا أي حد نجح أو اتشهر هيقول لك إن كلام الناس بجد لا بيودي ولا بيأخّر، لإنه لو ركزتوا هتتجننوا. وده مش معناها إنه ما تتقبلوش النقد أو ما تتقبلوش الآراء، بس ما تبقاش هي اللي بتعرّفكم قيمتكم. اعذروني لو فعلًا عندي ADHD، مش باعرف أتكلم في topic واحد، وده اللي مخلّيني مش عارفة أطلع باسم للpodcast، وده اللي مخلّيني ما كنتش مركّزة إن الحلقة النهارده تبقى على حاجة معيّنة. أنا عايزة أفتّح مواضيع كتير ومش شرط أقفّلها، عشان ما فيش حاجة بتتقفّل، ما فيش حد مقفّل المنهج، ما فيش حد مش بيتطوّر، مش بيغيّر من أفكاره وبيعرف حاجة جديدة، وحوار مع حد ينوّر له لمبة. فدايمًا إحنا في رحلة تطوّر وفي رحلة تغيير، وما بقيتش أخاف من التغيير زي الأول الصراحة. أنا اتغيّرت جدًا، جدًا. فبافتّح مواضيع كتير معاكم عشان أعرف إيه اللي أنتم حابينه، أنهي سِكّة نركّز فيها، ده يلهمني يعني للحلقة الجاية ممكن نفكّر في إيه ونتكلّم عن إيه. ولو أنتِ في حتّة dark شوية يعني لو أنتم اللي متابعني على Instagram هيبقى عارف إن أنا دخلت في حتّة مش كويسة شوية بعد ولادتي التانية، عشان نقلت بقى بلد تانية مع البيبي والرضاعة وقِلّة النوم، وأي أم هتبقى عارفة بالفترة دي عاملة إزاي. بس طلعت منها الحمد لله، وزي ما باقول لكم طلعت منها بالأفكار اللي قريتها وسمعتها، وكتاب قريته، وبودكاست وجملة، وقعدت أتكلم مع ناس و. فحابة أshare ده، حابة لو أنتِ فعلًا في الحتة دي، عايزين نلاقي نفسنا تاني كأمهات، كبقى كستات مش كأمهات. يعني مش دايمًا لمّا حد ييجي يقول لي يعني مين يارا، دايمًا باقول زوجة، أم لطفلين، وأبدأ أتكلم عن نفسي في الآخر. بس لأ، يعني أنا الأول يارا، ليّا شخصية وليّا إنجازات وليّا حاجات نِفْسي أعملها، وأنا by the way أم وزوجة، فاهمين قصدي؟ فلو أنتِ لسه في حتّة dark وحاسة إن أنا bubbly أوي والحياة عندي وردي وباتكلّم في حاجات كده، كإنّي خلاص عدّيت بالمرحلة دي و بحتّة أعلى، والله لأ، أنا يعني هننزل كُلّنا مع بعض ونطلع واحدة، واحدة ونشوف إيه اللي ممكن يتعمل. هاحاول أدّيكم حاجات حقيقية ممكن تعملوها بسيطة، تبدأ تغيّر من كمية المُخ وتبدأ تغيّر من الحتّة السودا دي، نطلع كده من السواد ده للنور شوية مع بعض، نلاقي حاجات بنحبها نعملها، نطوّر، نتعلّم وهكذا. فأتمنى يوصل لكم كل اللي أنا باقوله ده، وبجد سعيدة جدًا بإن أنا عملت الخطوة دي وإن أنا جيت وصوّرت ودبّست نَفْسي. أتمنى إنّي أستمر إن شاء الله يا رب، يعني يلهمني ويدّيني الأفكار اللي آجي أتكلّم معاكم فيها، اللي تفيدكم أنتم أولًا. فبليز لو عندكم فكرة للحلقة الجاية أو الحلقات الجاية، لو عندكم اسم، وعايزة برضه أعرف منّكم هل أغيّر اسم planet wife، مع إن ده اسم الشركة والسجل التجاري والبطاقة الضريبية والwebsite كل حاجة في حياتي، بس مش مشكلة لو ده معناها بداية جديدة ليارا وأنتم معايا، وما تبقاش بس يارا الزوجة ويارا الأم. قولوا لي أغيّره والّا لأ؟ أنا مش عارفة، صراحة محتارة.